3 شبان واقفين في قفص الاتهام في قاعة محكمة، والمحامي اللي بيترافع عنهم بدأ مرافعته إنه يذكر الظروف اللي أدت بالشباب دول للوقوف قدام المحكمة. بس قبل ما نحكي الحكاية، رجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. هما 3 شباب تعيس محروم اختلفت ظروفهم اللي انتهت بيهم لارتكاب جريمة. الشاب الأول حسنين طالب جامعي من الصعيد، ساكن لوحده في أوضة فوق السطوح، وبيصرف عليه عمه اللي بيطالبه إنه ياخد طار أبوه اللي اتقتل على إيد أبو زيد. ورغم إن أبو زيد ده اتحكم عليه بالسجن 15 سنة، إلا إن ده مش كفاية في نظر عم حسنين، فبيطالب حسنين بأخذ طار أبوه عشان يقدر يرفع راسه في البلد. وبيرفض حسنين اللي بيدرس القانون انه يعاقب الراجل اللي دفع ثمن جريمته مرة تانية، فبيقطع عنه عمه المصروف، فبيضطر يترمي في احضان جارته الرقاصة جمالات عشان تصرف عليه. كمان بيلجأ للعب القمار عشان يقدر يدبر مصاريفه. اما الشاب التاني عادل فهو الابن الاكبر للموظف البسيط ابراهيم، اللي دايما بيسخر من ابنه بسبب انه سقط سنة في الكلية. فبيفقد عادل ثقته في نفسه، لكنه بيحب جارته سهام، لكن ابوها بيرفض ان هو يجوزها له لانه مازال لسه طالب في الجامعه، وبيجوز بنته سهام من ندى الراجل اللي اكبر منها في السن لمجرد انه معاه فلوس. والثالث سمير اللي بيفتقد اهتمام ابوه وامه. ابوه نظمي مشغول باعماله وشغله ويغيب عن البيت بالايام، اما زهيره امه فمدمنه سهر وقمار وبتسهر طول الليل بره وما بترجعش الا على وش الفجر بعد ما تلعب قمار مع اصحابها. والغريب انها بتعامله كانه لسه ما زال طفل، لدرجه انها ما تعرفش هو في سنه كام، ولما بينجح بتجيب له لعبه كاي طفل. فبيحس سمير انه فاقد الاهتمام والرعايه، لكن بيتمتع باهتمام عم مدبولي السفرجي اللي بيجيب بنته سعديه من البلد عشان تساعده وكمان عشان يرعاها وياخد باله منها. بيرتاح سمير لوجود سعديه وعم مدبولي، وبيحسس ان هما بيأنسوا وحدته. بيروح سمير عشان يزور حسنين وعادل، فبياخدوه عند شقه جمالات الرقاصه ويشرب خمره لاول مره في حياته. بتحاول تلمذتها الرقاصه غويته وبيحس بخوف وتردد. بيرجع بالليل وهو سكران، بيلاقي سعديه مستنياه عشان تجهز له العشاء، فبيختلي بيها ويبقى الشيطان تالتهم وبتحمل منه سعديه. بيرجع عادل لبيته بعد السهره دي سكران ومخمور، فابوه بيطرده من البيت. بعد ما ابوه بيطرده بيلجأ لصديقه حسنين، لكن بيلاقيه مشغول بمصيبه اكبر. اما ليه عمه جايب له اخوه الصغير بسطاوي اللي وقع عليه الاختيار عشان ياخد بطار ابوه بداله، فنزل لشقه جمالات اللي رحبت بيه فاخدته في احضانها. واصبح كل واحد منهم في مشكله كبيره ومعاناه من نوع مختلف. فعانى حسنين من قله الفلوس بعد ما تخلى عنه عمه ومرضيش يصرف عليه، وعانى عادل من جواز حبيبته من واحد تاني واضطراره للخضوع لرغبات جمالات اللي بتصرف عليه. اما سمير فعانى من ظهور اعراض الحمل على سعديه. اجتمع الثلاثه عشان يشوفوا حل لمشكلتهم، وكانت الاولويه طبعا لمشكله سعديه، ففكروا في جهادها عن طريق داية، لكن المبلغ المطلوب كان كبير عليهم ومعهمش. فسرق سمير اسوره امه وباعها، ورغم ان الاسوره تساوي اكتر من 100 جنيه الا ان السارق عارف انها مسروقه، فاستغل ظروف انها مسروقه واشتراها منهم ب 20 جنيه بس. فالمبلغ ما كفاش، فاتطوع حسنين انه ينمي المبلغ ده عن طريق لعب القمار، لكنه خسر في بار كوستا وحصلت خناقه هناك، فاستولى كوستا على الفلوس وطردهم. فرجعوا عشان يسرقوه وياخدوا منه فلوسهم، لكن لما حاول كوستا يقاومهم قتلوه، وفي النهايه لقوا معاهم مبلغ ضئيل جدا. اتفقوا مع الداية على اجراء العمليه في بيت جمالات اللي رفضت في البدايه، لكن تحت ضغوط الشبان الثلاثه اضطرت توافق. وما شافت الداية سعديه لقيتها لسه صغيره وقاصره، فاستغلت الموقف وساومتهم على مبلغ اكبر، فاضطروا يوافقوا والا كان ممكن تبلغ عنهم. فدفعت لها جمالات الرقاصه 20 جنيه زياده من جيبها، لكن سعديه ماتت اثناء عمليه اجهاضها. وحاول الشبان الثلاثه يسيبوا جثتها عند جمالات اللي صرخت وصوتت ولمت عليهم الدنيا، فاتقبض عليهم وتمت محاكمه الشبان الثلاثه هم والدايه وجمالات الرقاصه. فيلم احنا التلامذة متاخد عن قصة حقيقية ل4 شبان قتلوا صاحب بار في وسط البلد في بداية سنة 1953، وتقدموا لمحاكمة عسكرية عاجلة حكمت بإعدام 2 منهم وإشغال الشقة المؤبدة للثالث و15 سنة للرابع اللي كان منتظر خارج البار للمراقبة وما اشتركش في عملية القتل. وفيلم احنا التلامذة اتعرض في 10 ديسمبر سنة 1959، وهو من أفلام الأبيض وأسود، ويعتبر من أكثر الأفلام اللي ناقشت مشاكل الشباب بجرأة شديدة في الوقت ده. احتل فيلم احنا التلامذة المركز رقم 44 في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية، واتعرض في مهرجان مار دي لا بلاتا في الأرجنتين سنة 1960.
اتميز الفيلم بالصدق في الأداء، وخصوصا دور الفنانة تحية كاريوكا اللي أدت دور جمالات الرقاصة، واللي صورت باقتدار حياة الرقاصة اللي بتستغل سذاجة الشباب واحتياجهم لإرضاء مطامعها الشخصية وإرضاء نزواتها من غير إسفاف أو إثارة. كذلك كانت الملامح البسيطة لزيزي البدراوي اللي جسدت شخصية الخدامة كان اختيار موفق لتأدية هذا الدور. الفيلم بطولة تحية كاريوكا، شكري سرحان، عمر الشريف، يوسف فخر الدين، محمود المليجي، فؤاد شفيق، وميمي شكيب، ومن إخراج عاطف سالم اللي كان موفق جدا في اختياره للعناصر الفنية وطاقم الممثلين اللي حطوا كل واحد منهم في المكان المناسب له. من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.